السلام عليكم، أهلا بكم جميعا. بالوصفة الماضية والفيديو السابق عملنا الجبنة البلدية من الحليب الطازة، أضفنا معه حليب بودرة وكانت النتيجة ممتازة، وعرفنا كيف نملحها ونخزنها بالمحلول الملحي مع طريقة الغلي لتعقيم الجبنة. وزاد عندنا هذا الشرش أو المصل يقال إنه مفيد جدا وإله عدة استعمالات، ممكن تدخلوه لعجن المعجنات بأنواعها بتعطي نتيجة حلوة، أو زي ما حنعمل اليوم حنستخرج منه الجبنة القريش اللي ممكن تدخلوها بكتير حلويات أو نحولها لجبنة دهن كريمية. خلينا نشوف كيف. بناخد طنجرة الشرش أو المصل وبنشغل تحتها النار، بنخليها عالية بالأول لحتى تبدأ بالغليان، وبهذا الوقت بنغطي الطنجرة. وعند بداية الغليان بتلاحظوا انه الجبنة لوحدها بدأت تتكون، لكن حتى نسرع من هالخطوة بنضيف عليها خل او حمض الليمون او عصير الليمون، بس بحس بيعطوها هيك طعم حاد مش مستساغ كتير. انا بفضل اضيف اللبن الرايب او الزبادي، وبالذات الافضل يكون حامض. حطيت تقريبا 4 معالق كبار على كمية المصل هادي، وبحرك بهدوء. بنشوف الجبنة بتبدأ تتكون أكتر، بخليها تغلي دقيقتين بدون ما نحركها. بعد هيك بطفي النار وبغطي الطنجرة وبتركها نص ساعة بدون ما نحركها. وبالآخر عندي هنا جاط فوق مصفاية وقطعة قماش بصفي فيها الجبنة. بناخد الجبنة اللي تكونت بأي مغرفة أو مصفاية ثقوبها صغيرة. الكمية اللي بتطلع مش كتير كبيرة لأنه كمية المصل اللي عندي قليلة، وهيك لغاية ما ناخد كل الكمية. بنضغط على الشاشة حتى نتخلص من السوائل، مش ضروري نصفيها على الآخر، بنخلي فيها شوية طراوة. وهي النتيجة طعمها رائع لذيذ كتير، وأطيب من لو أضفتولها خل أو ملح الليمون. فيكم تستخدموها للقطايف أو الكنافة، لو أضفنا إلها الملح بنستخدمها لأشياء تانية. بنحتفظ بيها بمرطبان بالتلاجة، ممكن تضل أسبوع بحالة جيدة. أما لو فكرتوا تعملوا منها الجبنة الدهن الكريمية، تعالوا نشوف. بحطها بمحضرة الطعام أو أي خلاط موجود عندكم، بضيف عليها رشة ملح لو حبينا تكون مالحة، ضيفوا الملح تقديري على حسب ما بتحبوا، ومعلقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة، وبنخلط كتير منيح. لسه محتاجة نخلطها أكتر، وكمان القوام مش طري. ممكن تضيفوا شوية حليب أو من شرش الجبنة اللي ضل. أنا حضيف معلقتين من الزيت النباتي، بتعطيها نعومة وقوام كريمي أكتر، وبرجع بخلط بشكل جيد حتى نكون أخدنا هالنتيجة الحلوة، جبنة كريمية لذيذة والقوام ممتاز. بعبيها بمرطبان زجاجي وبنسكره منيح، وبنحتفظ بيه بالتلاجة لأكم يوم بضل بحالة جيدة. استعملوها لدهن السندوتشات، صراحة رهيبة وطعمها كتير مميز. أتمنى يكون الفيديو اليوم عجبكم. نلقاكم على خير بفيديوهات جديدة قادمة بإذن الله. السلام عليكم.